السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. فيديو النهارده بجد حلو جدا جدا عن معاهد بتاخد من 50 و55%، هيخلوك تطلع مهندس، دكتور، محامي. بص، هتبقى يعني هيحقق لك احلامك. انا جاي النهارده احقق لك احلامك. فقبل ما نبدا نعمل لايك، نشترك في القناه عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلها، ونعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الطلاب. واكتبوا لي تحت عاوزين فيديوهات عن ايه تاني، او ايه الكليات او المعاهد اللي عايزين تعرفوا عنها. المعهد ده او الكليه اللي انا هتكلم عليها دلوقتي طلبت مني في الفيديو اللي قبل اللي فات، وبعتولي على الانستجرام. لو انتم مش متابعيني هناك روحوا تابعوني، اللينك بتاعه تحت في اول كومنت مثبت في الديسكريبشن بوكس. بعتولي عن هم عايزين ان انا اتكلم عن الكليه دي او عن المعهد ده، فبدات النهارده ان انا اتكلم عنه. فقبل ما نبدا هنحط لايك. حطيتوا لايك؟ ما حطيتوش؟ مستنياكم تحطوا لايك. حطيتوا خلاص؟ شايفك اللي ما حطيتش لايك، حط لايك. يلا بينا نبدا فيديو النهارده عن معهد فني تجاري. المعهد ده بجد من المعاهد يعني اللي مظلومه، برضو هتكلم عنها زي ما اتكلمت عن المعهد التاني اللي انا هكلمكم عنه كمان شويه. فيلا بينا نتكلم كده ونشوف معهد فني تجاري. ايه المعهد ده؟ 2 ولا 4 سنين؟ بياخد من كام؟ بيدخلني كليه ايه بعديها؟ ممكن اكمل بعديه في كليه واتعادل الكليه من الاول ولا لا؟ كل ده هنتكلم عليه النهارده. اول حاجه معهد فني تجاري ياخد علمي وادبي. تمام. طيب، معهد فني تجاري 2 سنين. يعني ايه 2 سنين؟ يعني مش معهد عالي، ده معهد فوق متوسط، شهادته بتعادل شهاده الدبلوم. معهد 2 سنين. طيب يا ياسمين، بدرس ايه جوه؟ بتدرس كل ما ليه علاقه بالتجاره، هو فني تجاري، تدرس كل ما ليه علاقه بالتجاره. طب في اقسام من جوه؟ في اقسام من جوه. طيب دلوقتي انا درست وخلصت، عايزه اخش كليه. ايه الكليات المتاحه لي ان انا اخشها؟ تقدر تخش كليه تجاره، اي جامعه انت عاوزها. طيب هخش كليه تجاره ازاي؟ عن طريق ان انت بتجيب مجموع في تاني سنه. المعهد ده عباره عن ايه؟ المعهد ده بيبقى عباره عن 2 سنين. اول سنه مش مطلوب منك ان انت تجيب تقدير عالي او مجموع عالي فيه، بس تاني سنه دي الفيصل ليك، ان انت لو جبت مجموع عالي بتخش كليه من غير معادله. طب لو ما جبتش مجموع عالي بتعمل معادله، هقولك بتعملها ازاي كمان شويه. فرضا يا ياسمين انا دلوقتي جبت تقدير مثلا امتياز او جيد جدا، او جبت مجموع 90%، هخش ايه؟ هتقدر تخش كليه تجاره زي ما قلت لك، وبتخش على سنه تانية. يعني كده انا بنزل سنه، لان انت بتبقى درست 2 سنين، بس في السنه اللي ضاعت من عمرك دي ما ضيعتهاش هباء، لان انت استفدت، اتعلمت حاجه جديده. طيب يا ياسمين، انا مش عايزه اخش تجاره، في حاجه تانية اقدر اخشها؟ تقدر تخش كليه حقوق عن طريق قسم انت بتتخصص فيه في المعهد في تاني سنه، وهو قسم القانون. بتتخصص فيه، بتطلع منه، بتخش كليه حقوق. بس لازم تبقى جايب مجموع عالي، تبقى جايب فوق 90% او جايب امتياز. طيب يا ياسمين، انا ما ربنا ما وفقنيش وما جبتش مجموع عالي، كده مش هقدر اخش كليات. بتقدر تخش كليات عن طريق ان انت تعمل حاجه اسمها معادله. المعادله دي انت بتعملها، تنجح فيها، بتخش الكليه اللي انت حاببها. طيب عايز نصيحتي بقى، المعادله دي تبدا فيها من سنه اولى. طب ليه؟ تضمن نفسك لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما نجحتش صافي كده، من غير ما يعني من غير معادله، ان انت تجتهد على نفسك وما قدرتش تجيب فوق 90%، فانت بتبقى ضامن نفسك بالمعادله. تمام. طيب يا ياسمين، دلوقتي انا خلاص، يعني انا كده هقدر اخش تجاره واقدر اخش حقوق. ايوه. طيب يبقى عرفنا عن معهد فني تجاري ان احنا معهد 2 سنين بياخد علمي وادبي. المعهد بيخليك تخش كليه تجاره، بيخليك تخش كليه حقوق، معهد فني تجاري. في معهد تاني بيخليك تبقى مهندس، وزيك زي اللي دخل كليه هندسه وهندسه. ازاي؟ عن طريق الفيديو اللي انا سبته، لان المعهد ده انا شرحته بالتفصيل فنطته حته حته، فمش هعيده تاني في الفيديو ده عشان الفيديو ما يطولش. فلو عايز تشوف الفيديو ده تخش تشوف في الديسكريبشن بوكس، اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس، وهسيبلكوا في اول تعليق مسبق. تمام. نيجي للمعهد الثالث معانا، وهو معهد الخدمة الاجتماعية. معهد الخدمة الاجتماعية زيه زي كلية خدمة اجتماعية، مفيش فرق بينهم، ده 4 سنين وده 4 سنين، ده بكالوريوس وده بكالوريوس.
ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم حاجة واحدة بس، في اللي هي التدريب الميداني. التدريب الميداني في الكلية بتتدرب من اول سنة تالتة، في المعهد بتتدرب من سنة اولى، بتنزل زيارات وبتروح مؤسسات من سنة اولى. زي ايه المؤسسات اللي بروحها؟ زي دار الايتام، دار المسنين، المدارس، المستشفيات، مصلحة السجون، كل ده بتروحه تتكلم مع الاخصائي الاجتماعي اللي هناك، بيعرفك انت دورك ايه، بتعمل ايه المطلوب منك تعمله، وتتعرف عليه، تتعرف على الناس هناك، تشوف الدنيا ماشية ازاي. وبجد المعهد بيبقى كويس جدا 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 جدا. برضو اتكلمت عنه بالتفصيل في الفيديو ده، روحوا شوفوه عشان تعرفوا المعاهد بالتفصيل وايه الفرق بين المعهد والكلية. كنت مفنطة الفرق بين المعهد الخدمة الاجتماعية وكلية الخدمة الاجتماعية، فروحوا اتفرجوا على الفيديو ده بالتفصيل علشان هيعجبكم جدا. عن المعهد الفني التجاري بالتفصيل عايزاكم تقولوا لي لو في حاجة تاني عايزين تسألوا عليها تكتبوها لي تحت الفيديو. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك الجميل، الاشتراك في القناه عشان تشوفوا كل جديد، تعملوا شير للفيديو ده. وبس كده، توحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.